عرفت ايه؟ خيانتك ليا؟ ايه؟ بتدوري على كدبة جديدة؟ مش عارفة تكوني شجاعة مرة واحدة في حياتك وتواجهني؟ انا ما خنتكش يا سيف. انا عملت كل ده عشانك. عشاني؟ تحرميني من مراتي طول السنين اللي فاتت دي وتوهميني ان هي هربت مع عشائها بعد ما طفشتيها من بلد وتقولي عشاني؟ يبقى عندي ابن يتربى بعيد عني وما اشوفش وهو بيكبر قدامي. ليه كل الكره والقسوه دي؟ كنت خايفة عليك. من ايه؟ من نفسك. كام واحدة يا سيف حرفتني عليها ووهمت نفسك معرفش ولا وهمتني ان انت بتحبها وفي الاخر مرت مرور الكرام. اعرف منين ان دي بالذات انت حبيتها بجد؟ ولا حتى اضمن منين اللي في بطنها ده يبقى ابنك؟ انت كنت لسه راجع بتتعالج من الادمان، فجأة دخل علينا بواحدة أجنبية مش شبهنا. معرفش بقى إذا كانت بتحبك بجد ولا بتضحك عليك. أنا بقى كان المفروض أعمل إيه؟ ولا أنت كنت عايزني أعمل إيه؟ أسيبك كده تضيع نفسك وتضيع فلوس العيلة؟ انت خفتي على الفلوس وما خفتيش عليا؟ يا ابني افهم، دي لو كنت طلقتها كانت خدت نص فلوسنا. ما قلنا ابو الفلوس. بس دي مش فلوسك لوحدك، دي حقي وحق ولادي وفلوس أبونا. فلوس ابوك اللي انا طلع عين امي فيها عشان اكبرها، عشان اريحك انت وعيالك. هو انت ما فكرتيش ان انا راجل زي اي واحد في الدنيا نفسي يبقى عندي عيال وعيله؟ بصي لي، ولا انا كنت بالنسبه لك طول الوقت المكنه بتطلع فلوس وبس؟ أسفة، أنت عندك حق، صدقني ما كانش قصدي كل ده. لا كان قصدك. كل حاجه عملتيها كنت مخططه لها، كل حاجه كانت واضحه، بس انا اللي كنت معمي. كنت حابب اغمض عيني عشان ما اشوفش اختي اللي من لحمي ودمي جواها كل السواد ده. حتى لما كنت بتطفش اي واحده اعرفها كنت بقول معلش، اختك شايفاك كبير، عايزه لك واحده من مقامك. انت كنت عايزه حياتي كلها تمشي على مزاجك. حتى صاحبي الوحيد وسختيه. سيف عشان خاطري وحياتي عندك، أنت محتاج بس تهدى شوية وتفهمني. انا محتاج افوق من الوهم اللي انا كنت عايش فيه. وش السيف اللي انت عرفتيه قبل كده خلاص مات. ورحمة ابويا يا اسيا لو قربتي من حياتي تاني انا هنسى ان احنا اخوات. بصي لي، فاهمة ولا مش فاهمة؟ ايه القمر ده؟ بجد؟ زي القمر. طيب انا هروح بقى عشان الحق. ماشي بس مش عاوزين مشاكل. تخافيش. كنده. تخافيش. طيب خلي بالك من نفسك. حاضر. متأخريش. اوكي، باي باي. باي يا حبيبتي. الو. الو، انا فرح صاحبة اروى. هاي ازيك؟ انا كنت عاوزة اقولك على حاجة بس ما كنتش عارفة اقولها لك ازاي. اتفضلي. اروى عندنا، ممكن ابعتلك لوكيشن دلوقتي؟ طب ابعتي اللوكيشن. باي باي. ايوه يا سيف، انا عرفت مكان اروى فين. ازيكم عاملين ايه؟ جاهزين النهارده الباتل السيمي فاينل؟ هكون معاكم لورد الام سي النهارده للباتل دي. عايز اسمع لهم دوشه عاليه جدا. لوفا هيبتدي وسارة هيرد عليه. دي جي انطلق.
لوفا 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 اكسبك وانا قاعد باكل بوبا ساري يتاكل مكرونه واقف في زورك زي الشوف من اولودي دي السو كام دي انا ما كام تو بليد انه ورن ميك كامن نو ليك انت ده او كام سنت انا اولو مش فاهم كلامه ولا انتوا فاهمين بس هكسبك زي الباقيين لوفا جاي عامل قصة الدين بكسبك عشان استلم الشيك اوليف جو دو سي دو كام ده انا او كام ده ما بليد حد يرستره نفهم الكلمة واخد الجولة وجاي بحسمها لوحدي بس جاي احجمها شايفك يا لوفا بتنزل الدمع تايم، عايز اسمع دوشه عاليه للاتنين. ودلوقتي المهمه الصعبه وهو وقت الفوت. الصوت بتاعك هو اللي هيكسب حد فيهم. لو شايف ان لوفا اللي كسب اسمع دوشه عاليه. طب لو شايف ان ساري اللي كسب اسمع له دوشه عاليه. تاني مش محتاجه كلام، ساري معانا في الفاينل. يلا بينا. الاثنين اللي كانوا تيم وصلوا مع بعض في الفاينل. هنشوف الصحاب لما بيقفوا في باتل الموضوع بيبقى عامل ازاي. جاهز؟ جاهز؟ جاهز. يلا بينا انطلق. ساري هنا اطلبوا النجم ما تحاولش صدقني فيش فايدة الامور كلها عليا قايد نجمي عالي في حتة تانية اخوك مش معانا ليه بيشم فين زعلان مني ليه دي راب جيم باخد منه الباتل بديله على العين ساري قدامكم مكسور الجناحين ساري يلا برو يلا برو. غيرتك مني باينة وكله شايفها عندي أثر بس عمري ما اكشفها لا إنك صاحبي وفاكر العشرة وكل اللي قلته حاجات مزيفها حاجات مزيفها لا مش حقيقي عارفين فضيحة عيلة الزيني فوق يا ساري ما تبقاش زي اخوك اللي واقف بيشد بره يا زميلي نجمك هيضت فيه لما انا هاجي هتجري تعيط في حضن ماما ودادي ولا حضن ماما في حد تاني انت فاهم قصدي كويس يا ساري بما ان ساري انسحب فابو هو اللي كسب معانا. عايز اسمع له دوشه عاليه. جامد جامد جامد. هو ده المكان. طب سيف الله يخليك احنا جايين ناخد اروى بهدوء ونمشي انا وعدت فرح بده